ربنا. احكي لنا بقى تفاصيل الواقعة. كنا مسافرين رايحين القاهرة، امبابة شاري هيلت من هناك ورايح أغيره. مم. واحنا ماشيين في العربية حصل تصادم سيارتين ملاكي، فواحدة فيهم وقعت على الشط والتانية وقعت في نص الترعة. فاللي وقعت في نص الترعة ديت كانت بتغرق، العربية قفلت بالكامل، اللي فيها مش عارفين يخرجوا ولا عارفين يعملوا أي حاجة. مم. السواق بتاعنا وقف على الشط، وقف قدام العربيات. مم. فعربية وقعت فنزلنا بقى، واحد نزل قبل مني المية، فأنا نزلت يعني هو نزل برضه بدون تردد، وكان حاجته متهيألي كان تليفونه وحاجته ومحفظته كانوا في جيبه. أنا كان معايا واحد صاحبي وأنا بنزل سحب مني التليفون والمحفظة من جيبي، فنطيت في المية. كان هو بيحاول يفتح باب العربية أو الإزاز بتاع الباب، ما العربية طبعا قفلت كامل، مش راضية تفتح، مم. لأن العربية كانت تقريبا كانت دايرة وهي في قلب المية. فما ما عرفش يفتح البتاع. ما ربنا يلهمني ان انا ما افضل واقف جنبه، يعني طلعت اشوف منفذ تاني ان احنا نخرجهم منه من غير اي تردد. من ما غير اي خفتش. تردد. ده هو يعني انا طلعت احاول ان انا اكسر الازاز الامامي، مم. اكسره عشان اطلعهم منه. وانا بكسر الازاز، لما الازاز انكسر الباب فتح، مم. الازاز بتاع الباب فتح. كسرت ازاز العربية بايدك. فكسرته. مم. فطلعوا يعني كان الناس اللي في العربية كان كل هدفهم يلحقوا بنتهم الأول، طفل. أو الطفل الرضيع اللي كان معاهم الأول. مم. فطلعوه الراجل اللي كان بيفتح الإزاز، فهو كان أقرب. أنا كنت بكسر الإزاز، فأنا أقوله الطفل على طول. هو خدها والناس نزلت خدتها منه. الناس نزلت سحب يعني، واحد وقف على الشط والتاني نزل، كان الراجل بعيد برضه وطفلة صغيرة مش عارف يعوم بيها. فالواحد نطت في المية، هو كمان خد البت منه طلعها بره. وانا بقى لما الباب انفتح، لما شفت البت بتطلع والازاز انفتح، ربنا يلهمني ان انا ما اكسرش، ما كملش تكسير بقى الازاز، مم. لان كان انا ايه ايدي شعورك اتعورت. بقى وانت بتنقذ الطفل؟ والله يعني هو الشعور حلو، بس هو شعور مختلط ما بين الحاجة الحلوة وما بين الموت. يعني احنا خلاص كنا يعني لما الست طلعت وطيار الماء كان عالي عليا، ما قدرتش ان انا اقاوم ان انا اطلعها. انا كنت اروح يمة الشط، لان كل اللي بعمله ان انا برفعها انا وهي فوق بس. كان في خوف لان كان في خطر على ما حياتك. خلاص احنا نزلنا تحت المية مم. ونزلت تحت المية جامد، وهي اتكت عليا. مم. فهي ما غصب عنها، هي كانت بتموت وبنتها كانت معاها، فهدفها انها برضو متهيألي ان هو اعلم انها تطلع تشوف بنتها. فلما ربنا اكرمني، كان صاحبي اللي معايا ده جاب حبل، جابوا الناس اللي على الطريق، اللي فك اللي بتوع العربيات النقل، واللي معاه حبل كله طلع الحبال اللي معاه. فصاحبي قام جاي رمالي حبل، مم. وانا ماسك الست، فمسكت في الحبل، قام جايين ساحبيني على الشط. اول ما طولت الميه وطولنا الميه، الناس الناس بقى، كان الراجل اللي نزل الاول طلع البنت، جه عليا يلحقني ويلحق الست اللي معايا، وكان فيه ناس تانية برضو نزلت الميه. مم. فالحمد لله يعني وقفت الست على الميه، الناس بقى مسكت في الحبال وطلعت. فانا طبعا جسمي فصل كامل، نص اللي تحت فصل يعني، ما كنت واقف في الميه مش عارف اقف على رجولي. فصاحبي ده كان بصراحة كان خايف عليا بطريقة فظيعة، يعني بطريقة ما توصفش. رمى الحبال والناس شدوني طلعوني واطمن عليا، وجاب الحاجات اللي معانا واللي احنا كنا رايحين نغيرها. واهم حاجة عنده كان ان هو يطمن عليا بس. فالناس لما لقوا الدم بينزل من ايده وكده، ركبونا عربية الاسعاف
ايدك كانت حصل لها ايه بقى بعد ما كسرت العربية؟ اتعورت من الازاز، ودخل لي هي تعورات سطحيه بقى، بس حتت الازاز، في حته ازاز في ايدي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني ان ربنا اكرمنا الحمد لله، التوفيق من عند الله، ربنا جعلنا سبب الحمد لله ان احنا بعد ما طلعت بقى سمعت طبعا كلام من الناس بصراحة. يعني اما الواحد مثلا تلاقي الناس ربنا يكتر من امثالك، ربنا يكتر من امثالك، وانت ما انتش يعني كل ده من عند ربنا، فما فيش، هو ربنا اللي جعل كل ده. كان صاحبي واحنا طالعين والله من هنا، يا ابني بلاش نروح المشوار ده، افتكر اني قلت لك بلاش، ونهزر في الطريق ان احنا نرجع عامة يعني والله، لحد ما ركبنا كنت العربية سبب. بس ده كان الحمد سبب. لله الحمد ربنا لله. أكرمنا وقلنا كان سبب. سبب. اللهم لك الحمد يعني. الحمد لله. نشكرك جدا.